السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النادي الأهلي في صدد عمل ميركاتو شتوي على أعلى مستوى يذكرنا بالميركاتو الشتوي عام 2005، وبالتالي السيطرة على الكرة الأفريقية والعربية والمصرية وحصد جميع البطولات. الحقيقة الجماهير عندها شغف كبير جدا إن هي تعرف آخر الأخبار وآخر المستجدات في موضوع عبد العزيز يعقوبو، اللاعب راي او البرتغالي اللي النادي الاهلي بصدد التعاقد معاه، ولكن نظرا للكشوفات الطبيه المتعدده اللي اجراها النادي الاهلي يعني طبيعه الحال اي عمليه جراحيه بتترك اثر، ولكن كل الكشوفات الطبيه اكدت سلامه اللاعب الان في هذا الوقت. ولكن مخاوف النادي الاهلي جعلته يتواصل مع ناديه البرتغالي من اجل جعل التعاقد بنهاية الموسم، يعني الميركاتو الشتوي بيتم استخدام اللاعب من ناديه البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وفي بند في العقد بتفعيل أو بنية البيع وحسب المبالغ المتفق عليها. والنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب الحقيقة طالبين أن تكون الإعارة مجانية. في هذا الصدد بنتوقع خلال الساعات القادمة او الساعات القليله القادمه يحسم الامر، سواء بتعاقد النادي الاهلي مع اللاعب او صرف النظر والتعاقد مع البديل اللي الكابتن محمود الخطيب ادى اشاره للكابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالبدء بتحضير البديل لعبد العزيز يعقوبو في حاله عدم موافقه ناديه على طلب النادي الاهلي بالاعاره المجانيه. ايضا بالنسبه للصفقه محمد الضو كريستو، نجم نادي النجم الساحلي الشاب، وصل الحقيقة إلى القاهرة وأيضا اجتاز بنجاح الكشف الطبي، ومنتظر غدا إن شاء الله بيقدمه النادي الأهلي لوسائل الإعلام. وأيضا نفس الأمر بالنسبة لخالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة اللي اجتاز أيضا الكشف الطبي بنجاح. الصفقة اللي ما زالت معلقة حتى وقتنا هذا هي صفقة مروان عطية لاعب نادي الاتحاد السكندري، وإن كان الكابتن محمود الخطيب يعني أجرى اتصال هاتفي مع محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد من أجل يعني سرعة إنهاء الصفقة. وبنتمنى إن شاء الله إن لأن رغبة اللاعب هي اللي حددت هذا الأمر، واللاعب قال يعني مش هيقدر يروح نادي الزمالك حتى لو كان نادي الاتحاد هيستفيد أكتر، لأن هو يعني ما يقدرش على حمل مرتضى منصور اللي طلع بعد مباراة نادي الزمالك أمام الداخلية واتهم 2 من أفضل لاعبيه أحمد فتوح وعبد الله جمعة بتعاطي المخدرات. وده كان يعني كل وسائل الإعلام العربية والعالمية يعني أشارت إلى هذا الخبر، وده سمعة غير جيدة جدا لكرة القدم المصرية اللي بننتظر من اتحاد الكرة المصري للأسف الشديد المهلهل والمرتعش ان هو يتخذ قرارات صارمة ضد يعني المتجاوزين في حق الكرة المصرية. ولابد من يعني لجنة طبية فورا تقوم بالكشف الطبي على احمد فتوح وعلى عبد الله جمعة من اجل التأكد من الامر اللي يعني ذكره رئيس نادي الزمالك، وهو ادرى الناس بفريقه بطبيعة الحال. فبنتمنى ان شاء الله ان مروان عطية يعني يثبت على موقفه، وحتى هذه اللحظة يعني متمسك بارتداء الفانيلا الحمراء. ولكن كالعادة مناكفات نادي بيراميدز وبيقدموا عروض يعني مالية كبيرة جدا، وطبعا مش هيقول هنجيب الفلوس منين، يعني زي المثل اللي بيقول اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، ودي طبيعة نادي بيراميدز للأسف الشديد. فبنتمنى ان شاء الله مروان عطية يكون قريبا في الاهلي. طبعا اشياء مضحكه جدا بالنسبه لنا في بيراميدز الحقيقه يعني ما فيش اي بطولات ولا، انما هم كلام، والحقيقه يعني ما نعرفش ان هم بيجيبوا الفلوس منين للاسف الشديد. يعني فعلا شر البليه ما يضحك. نادي بيصرف يعني مئات الملايين من الدولارات ليه وعشان ايه وايه المردود؟ لا شيء، يعني صفر. ولكن بنقول لمالك هذا النادي خليك يعني وانت بتفتح بيوت الناس، وجزاك الله خيرا.
بالنسبة أيضا للعائدين إن شاء الله اللي هيكونوا متواجدين في مباراة النادي الأهلي أمام النادي المصري 7 مساء الخميس المقبل، الحقيقة انضم محمد عبد المنعم لتدريبات النادي الأهلي، وأيضا أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر هيكونوا متواجدين، وأيضا بالإضافة إلى حمدي فتحي هيكونوا متواجدين إن شاء الله في مباراة النادي الأهلي أمام النادي المصري الخميس المقبل. وبطبيعة الحال هتكون الصفقات اللي النادي الأهلي تعاقد عليها بالفعل زي محمد الضوي كريستو، وأيضا خالد عبد الفتاح، وإن شاء الله يكون عبد العزيز يعقوبو بيكون إن شاء الله مدين، بالإضافة إلى مروان عطية اللي بنتمنى ان الامور تخلص ان شاء الله في اسرع وقت حتى ينضموا الى التدريبات تبدا عمليه الانسجام مع زملائهم من لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه يعني نادي الزمالك يعني لا يمر يعني شهر الا وتكون في له قضيه محكوم عليه فيها من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه. ومنذ ساعات قليلة جاء خبر ان نادي الزمالك لابد ان هو يدفع 800 ألف جنيه لنادي النادي التونسي اللي كان بيلعب فيه سيف الدين الجزيري، لان سيف الدين الجزيري يعني نظير رعاية للنادي التونسي، وان النادي الزمالك واتحاد الكرة زوروا وقال لك ان ده عقد يعني فيه عقد ثلاثي، وده كلام ما حصلش. واتضح من لما النادي التونسي قدم اوراقه للاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه الدوليه، اتضح ان هناك تزوير من قبل نادي الزمالك وقبل الاتحاد المصري المتواطئ مع نادي الزمالك. والاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه يا جماعه ما بتلعبش. اصدرت المحكمه الرياضيه الدوليه والاتحاد الدولي لكره القدم فيفا غرامه على نادي الزمالك قدرها 800 الف جنيه مصري لصالح النادي التونسي حق رعايه لسيف الدين الجزيري. عايزين نتكلم يعني مع بعض في بعض النقاط اللي شفناها في مباراة النادي الأهلي مع نادي إنبي. الحقيقة لو كنا نبص للشوط الأول، الشوط الأول طبعا كان يعني غير مرضي أبدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وإن كان الشوط الثاني تحسن وأصبح للنادي الأهلي فرص عديدة محققة. طبعا في كل مرة بنقول إن النادي الأهلي بينقصه هداف وهيدر يقدر يخلص الفرص العديدة اللي بتتاح للنادي الأهلي أمام مرمى الخصوم. ولكن للأسف الشديد النادي الأهلي في كل هذه المباريات يعني بيكون في يعني رعونة كبيرة جدا من مهاجمي أو من الخط الأمام عموما للنادي الأهلي أمام مرمى الخصوم، وده بيؤدي إلى إهدار العديد والعديد من الفرص المحققة للنادي الأهلي. وده يعني لابد ان هو يعالج ان شاء الله بالصفقات الجديده اللي بنتمنى ان شاء الله ان تكون على قدر وقيمه تيشيرت النادي الاهلي بمشيئه الرحمن. ايضا من اللاعبين اللي بداوا مع توالي المباريات ان هم يستعيدوا كتير جدا من مستواهم حسين الشحات، اللي احنا يعني كنا بنقسو عليه في بعض الاحيان، ولكن بدا رويدا يستعيد المستوى العالي المعروف عن حسين الشحات بعد إصابة كريم فؤاد اللي بنتمنى له إن شاء الله سرعة الشفاء مع أكرم توفيق ومصطفى شوبير وبيرستاو أيضا. فإن شاء الله بنتمنى لحسين الشحات وإن كنا بنطالبه بالتركيز أمام المرمى، لأن الحقيقة بيهدر فرص حقيقية وخطيرة أمام مرمى الخصوم. زي ما بنقول مش كل مرة إن أنت هتقدر تكسب ب 2003، وممكن المباراة تكون معلقة 0-0، واهدار الفرص ده ممكن يضيع عليك النقاط. ايضا بالنسبه لمحمد شريف وشادي حسين الحقيقه لابد ان هم يجتهدوا اكتر من كده، لان في مهاجمين النادي الاهلي بصدد التعاقد معاهم زي يعقوب او بديل يعقوب، وايضا عوده بيرستاو ممكن يجد نفسهم على مقاعد الاحتياطيين. يعني كنا شفنا المجهود الكبير جدا لما يكون خط وسط وخط ميدان وسط ميدان النادي الاهلي فايق زي عمرو السوليه وعلي ديانج، بنلاقي النادي الاهلي مسيطر وبيقدر ان هو يحرز الاهداف. طبعا التسديدات على المرمى دي من الاحصائيات اللي كانت ملاحظه جدا، ان التسديدات على مرمى نادي انبي من قبل لاعبي النادي الاهلي كانت يعني اقل من المباراه السابقه. وبنتمنى ان شاء الله ان يكون دايما زي ما بنقول في حصص تدريبيه
لكيفية إنهاء الهجمة، كيفية التمركز الدفاعي، وأيضا كيفية التسديد المباشر على المرمى من كافة جنبات الملعب. زي ما شفنا في مباراة بيراميدز، الكرة والتسديدة الهائلة من عمرو السولية اللي افتتح بها الأهداف الثلاثة في مرمى بيراميدز أمام النادي الأهلي المباراة قبل الماضية. فبنتمنى إن شاء الله من مستر مارسيل كولر يعني يكون في تسديدات، ويكون في حصه تدريبيه على التسديد المباشر على المرمى والتسديد المتقن. النادي الاهلي يسدد حوالي 12 او 13 او 14 تسديده امام نادي انبي، ولكن يمكن 3 تسديدات اللي كانت بين ال3 خشبات او الايمان والعارضه. وبنتمنى ان شاء الله ان هذه التسديدات تكون متقنه اكتر من كده، والنادي الاهلي يستفيد منها في احراز الاهداف. طبعا كنا شفنا الهجوم الضاري من قبل نادي الزمالك بعد الهدف يعني الحرام امام نادي الداخليه اللي تعادل بيه نادي الزمالك. والحقيقه ان كلكم زي ما شفتوا متابعتم ان الكره يعني سامسون لعب الكره براسه الحقيقه، والحكم او اللاين مان الاثنين مع بعض وحكم الفار المضللين يحسبوا ضربه ركنيه في الدقيقه 95 بيتعادل بها نادي الزمالك. وبيطلع مرتضى منصور يقول لك ان الحكام ضدنا، وبيهاجم امين عمر هجوم شديد جدا. وللاسف الشديد يعني لا احد يعاقب مرتضى منصور اللي عليه احكام قضائيه للاسف الشديد. بنتمنى ان شاء الله من جماهير النادي الاهلي ان هي ما تستعجلش صفقات، لسه قدامنا لنهايه شهر يناير. وإن كنا بنتمنى أن الصفقات المؤثرة تكون موجودة للنادي الأهلي قبل يستل القائمة النهائية للفيفا واستعدادا لبطولة كأس العالم للأندية. طبعا بالنسبة للنادي الأهلي في صفقة الكابتن محمود الخطيب شغال عليها شخصيا، ولكن يعني بنتمنى إن شاء الله أن هي تتم. وطبعا في أقاويل أن محمود حمادة ممكن يكون موجود في النادي الاهلي نجم نادي الفاركو، ولكن مشكله القيد ممكن هي اللي تعطل الصفقه. ومحمود حماده لاعب دولي بيعتمد عليه مستر روي فيكتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. فبنتمنى ان شاء الله يعني الميركاتو الشتوي ده يكون ميركاتو قوي جدا. النادي الاهلي يستطيع ان هو يعيد النادي الاهلي المرعب اللي بتهابه جميع الفرق بمشيئه الرحمن في الفتره المقبله. زي ما قلنا لحضراتكم ان يعقوب خلال ساعات ان شاء الله هيحسم امره. وان كان الكابتن محمود الخطيب زي ما قلنا لحضراتكم انه امر امير توفيق بتحضير البديل. طبعا كل تمنياتنا الطيبه للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، يعني بندعو لهم ان ربنا يبعد عنهم شر الاصابات حتى يستكملوا مسيره هذا الموسم اللي بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يتربع على جدول المسابقة من البداية حتى النهاية، في ظل المنافس اللي عمال يصرخ وعمال يعني يتهم وسائل الإعلام بأن هي بتحابي النادي الأهلي، وبيتهم الحكام ان هم بيظلموا نادي الزمالك. طب فين المستوى اللي انت قدمته كنادي الزمالك؟ مفيش مستوى. والحقيقة مجلس إدارة نادي الزمالك كان عامل اجتماع اليوم من اجل البت في مصير البروفيسور زي ما يحب نادي الزمالك وجماهيره انهم يطلقوا عليه جوزفالدو فيريرا. وبعتقد ان ممكن هذا الامر اقاله فيريرا من عدمها ممكن هتكون بعد مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري. فدي كل الامور اللي ممكن ان هي تحدث. انما النادي الزمالك مش ممكن ان هو يغامر ويجيب مدير فني جديد قبل يعني اسبوعين تقريبا من مباراة القمة مع النادي الاهلي، فيكون القرار النهائي باستمرار فيريرا او اقالة فيريرا بعد مباراة القمة امام النادي الاهلي يوم 21 من الشهر المقبل. نتمنى من اتحاد كرة القدم من مصر انه يتحمل مسؤولياته من اجل الحفاظ على سمعة الكرة المصرية ضد المهاترات اللي بتخرج من نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. طبعا في كل نهاية فيديو بنطلب من حضراتكم ان انتم تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين. وفي النهاية شكرا جزيلا لحضراتكم.